السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ شكرا ال30 مشترك اللي معايا كلهم. ان شاء الله ان شاء الله يعني هكون عند حسن ظنكم، وان شاء الله الفيديوهات الجاية هتعجبكم. ان شاء الله انتظروني تنظيفات العيد، تنظيفات النيش، تحضيرات العيد. ان شاء الله هيبقى في مشتريات للعيد هتشوفوها معايا برضو، وان شاء الله الفيديوهات كلها تعجبكم. بس اليومين دول معلش فيه امتحانات، وانتوا كلكم اكيد زيي عندكم نفس الظرف. كلنا حالنا واقف عشان الامتحانات، حتى لو العيال نزلوا راحوا امتحاناتهم وكده احنا بنبقى متوترين. في امهات اصلا بتنزل مع عيالها من كتر التوتر. فربنا يا رب ينجحهم يا رب، وما يضيعش شقاهم ولا تعبهم ولا شقانا ولا تعبنا. احنا بجد يعني بندفع فلوس كتير جدا جدا في الدروس، وربنا ما يضيع فلوسنا ولا شقانا ولا يضيع شقاهم يا رب، وينجحهم وينجح اولادنا واولادكم يا رب، اللهم امين. يعني زائد ده انا كمان عندي ظروف تانية غير الامتحانات. كمان ابني ربنا يا رب يشفي كل مريض، ادعوله ادعوله ربنا يشفيه. انا بروح بيه المستشفى كل شهر. يعني ربنا يعفو عنه يا رب ويشفيه، بينقل دم كل شهر. فبضطر ان انا اروح اعمل ورق، وتاني يوم بروح انقل دم، وكمان يوم 23/5 هروح كمان اجدد التأمين، بروح يومين برضو تاني. فادعوله بالله عليكم فضلا وليس امرا بالشفاء. ربنا يشفيه ويشفي كل الاطفال اللي زيه يا رب. فبيبقى فيه طبعا ايه توتر، وببقى بحضر قبلها بيوم وقبلها باسبوع ببقى متوترة جدا. فبيبقى التصوير بالنسبة لي صعب، هيبقى التصوير يعني بالنسبة لي صعب ان انا اصور وامتحانات ومستشفى، كل ده هيبقى صعب معايا. فلو غبت شوية ما تقلقوش، ما تقولوش هي وقفت ليه، هي مش هتكمل، هي لا، ان شاء الله هكمل. وان شاء الله كل اللي جاي هيعجبكم وهينور رضاكم بإذن الله. وان شاء الله مش هتلاقوا في اي حتة تاني. ان شاء الله هتعجبكم قناتي، وان شاء الله هتطور بيكم ومعاكم. بس نفسي يعني المشتركين الجداد يعرفوني بنفسهم ويكلموني في الكومنتات، وانا هرحب بيكم، هنزل في الكومنتات وهرحب بيكم كلكم واحد واحد. فان شاء الله ان شاء الله مش هخيب ظنكم فيا، وان شاء الله هتعجبكم كل الفيديوهات. النهارده الروتين كان صغير، يعني انا ما حبيتش اصور روتين اليوم كله خالص. انا صورت بس المطبخ، صورت وانا بغسل المواعين، والاكل بتاعنا كان النهارده برجر. البرجر اللي هو الفراخ، طبعا كل العيال بتحبه ما بيختلفش عليه اتنين. حطيت بصل ومعاه فلفل اللي هو الاخضر، ومعاه فلفل الوان، وحطيت فصين توم، وصفيت البصلة هي والفلفل من المية اللي فيها. بعد كده حطيت الفراخ، ضربتهم في الكبة مع بعض، وحطيت بقى البهارات والتوابل وكده. وكان نص كيلو صدر فرخة، يعني كان حوالي نص كيلو. حطيت له حوالي معلقتين دقيق كمان عشان يمسك. ورحت طبعا عملته وحطيته في الفريزر، يعني لازم يقعد في الفريزر شوية يجمد، حوالي 3 ساعات او حاجة. طبعا كلكم شطار، بس انا بقول لكم انتوا عملتوا ايه، انا عملت قصدي ايه. يعني انا بقول لكم اللي انا عملته ايه عشان تبقوا فاهمين يعني. بصوا، يعني ممكن يكون كلنا بنعرف نعمل اكل، بس كل واحد مختلف بطريقته. يعني في واحد بيعمل بطريقة، وواحد بيعمل بطريقة، او واحدة يعني. بنتعلم كلنا من بعض، انتي بتتعلمي مني وانا بتعلم منك، انتي بتقولي انتي بتحطي ايه، طب بتضيفي كذا، طب انا بعمل كذا. فبنتعلم كلنا من بعض، عشان محدش يقول ايه هي مثلا فاتحه القناه هي هتعمل شيف. ما القنوات الطبخ ماليه الدنيا، انا لما احب اتعلم حاجه انا هجيب الشيف الفلانيه، اكيد هتبقى احسن منها يعني. بس والله هو بس احنا بنتعلم بس من بعض، يعني انتي ممكن عندك تركاية مش عندي، انا عندي تركاية مش عندك، فانتي بتشوفيها فبتتعلميها. انا بشوفها بتنزلي مثلا في الكومنتات تقولي لي لا حطي كذا، لا ابقي اعملي كذا. بجرب، بتعجبني ما بتعجبنيش، بيبقى اذواق يعني. بس فقالت لهم بقى البرجر، هو كان برجر اللي هو في الفيجيتار. ما حطيتش يعني، ما عملتوش ساده، لان هما بيحبوه كده ناجتس. هو ما يعني ما بيتقال عليه ناجتس، بيتقال عليه برجر، هو في الحالتين برجر. بس واليوم كان بسيط.
كانت حاجة يعني كانت أكلة بسيطة. الأكلة دي ما بتبقاش موفرة ولا أي حاجة والله يا جماعة، هما العيال بيحبوها وكل حاجة والكلام ده، بس احنا بالنسبة لنا كأمهات الأكل اللي بيوفر معانا هو الطبيخ، لأنه طبعا بيقعد يومين وكده وبناكل منه يومين. يا رب الفيديو يكون عجبكم ويا رب ينور رضاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.